جميل، رائع. انا شايف برضه ان لغه الحب هي اللي مسيطره على الكلام. انا كنت هقول لك كده. حقيقي يعني. حلوه الحب والحرب. هو يعني انا اتعلمت في حياتي حاجه مهمه جدا. انا اول قياده مسكتها كانت قائد كتيبه، كانت في منطقه العريش تقريبا، واتنقلت الى منطقه اسمها ابو عجيله. ابو عجيله ده على الطريق الاوسط الموصل من اسماعيليه للعوجه. كان في سنه 60. كان طبعا انت عارفين 56 كان في هذا الموقع تمام اللي هو مشاه. اليهود هجموا عليه 3 مرات وما قدروش ياخدوه. فموقع كان له يعني ذكريات عندنا كبطولة للجندي المصري، وفي الوقت نفسه الإسرائيليين يعني ديان عزل القائد مرتين اللي فشل في الهجوم على هذا الموقع. فلما مسكنا هذا الموقع كان له ذكريات. فحاولت يعني أفهم الجنود اللي معايا والضباط يعني إن الموقع ده مهم، وابتدينا فعلا بالمحبة والتعاون اللي أنا لأول مرة كنت أبنيها في قيادتي، إن إحنا نعيش في هذا الموقع بقوة. يمكن كلمة بقوة دي يعني حضرتك تبين إن كل واحد بيشتغل بحب لبلده بطريقة عجيبة مهمة قوي، كلها فيها طهارة وكلها رحمة وكلها حب وكلها إخلاص وفاء. لغاية النهاردة للتاريخ أنا بسجل للتاريخ ضباط هؤلاء الكتيبة اللي كانوا معايا، كانوا ملازمين أو نقباء أو خلافه، لغاية النهاردة هم لواءات متقاعدين معظمهم. يعني بنجتمع كل مثلا شهر أو شهرين مرة وبيزوروني وبنزور بعض وفي محبة بيننا. دي عنوان رئيسي للمحبة والتعاون. يعني أنا رحت الجيش وكان في أيام الواحد يعني مش طايق نفسه. تمام. لكن أتذكر إنه اللواء أركان حرب كان اسمه إبراهيم حامد عبد اللطيف، كان قائد الكتيبة عندنا، كان الكتيبة 58 مشاة في دهشور. أتذكر لما كان يعدي كده ويخبطني على راسي، يخبطني بس ده بهزار، كان معاه عصايه كده زي سموها زخمه كده، يخبطني بس على راسي كده ما بيكلمنيش، وكنت ممكن انام وانا واقف مجرد الخبطه دي وكانه حط عليا تلج. فده اللي مصحصح طول اليوم، طول الخدمه اللي انا بقوم بيها. ازاي فكره انه انت ممكن تجبرني في القوات المسلحه بالذات واللي فيها الانضباط الصارم وانا مضطر ان انا انفذ ده، لكن تقلب الاضطرار لحب بالعدل. انا جربت حاجات كتيره جدا، لقيت جنود بيقولوا لي يا فندم فلان بياخد اجازه مش عارف ايه وفلان عمل ايه قلت لهم اللي ملوش واسطه انا واسطته، قولوا لي اللي انتوا عايزينه. ما كنتش بخلي انسان، يعني كنت اسال الجندي مثلا الاقي جندي غاب يعني او هرب ويمسكوه الشرطه واجيبه انت هربت ليه او غبت ليه؟ اعمل نفسي. بيقول لي انا كنت بشتغل بكسب في بلدي مثلا في اليوم 50 جنيه او 30 جنيه. دلوقتي اهلي ومراتي واولادي مش لاقيين ياكلوا، طب اعمل ايه؟ فبروح اغيب او اهرب واشتغل واديهم فلوس وبعدين اسلم نفسي. والله كنت ما بديلوش جزء بل بديله اجازه واديله فلوس. فبي بعض من الضباط اللي كانوا معايا يقول لي يا فندم ده غلط هيحاكموك. لغايه النهارده ما حدش حاكمني. ما حدش قال لي ده غلط لاني قدرت. احتويته يا فندم. احتويته. انت ما كررش الغلط تاني. والله هقول لحضرتك حاجه كمان. مره عسكري جه قال لي امي بتموت، فبعت دكاتره من الجيش. دكاتره والله بلده جابوها عملوها عمليه في الجيش. كمان. فللاسف اللي كان ماسك مساعد وزير الحربيه في الوقت بعت لي جواب سري. انا قائد جيش. جواب سري يعني جواب يقول لي انت عامل غلط. معناها عندنا في الجيش كده. انا قريت الجواب زعلت قوي. بيقول لي انت عملت غلط انك انت جبت مدنيين عالجتهم في الجيش وده مصاريف على الدوله. رديت قلت ايه حضرتك؟ قلت هذا الامر عرضته على الرئيس جمال عبد الناصر
وعلى وزير الحربيه يوم زيارته ليا في الجبهه يوم كذا، ولم يعترض احد على ذلك. بس لغايه النهارده ما حدش يقدر. فانا يعني كانت نفسي لما يجي لي حد من الكبار دول اقول له انا عملت كذا وكذا وكذا وبعمل كذا وكذا. بس الحته بتاعت الدكاتره دي انا اول مره اسمعها. يعني لو حد حكى لي عليها مش هصدقها. مش هتصدق. صح يا دكتور؟ عشان كده يعني هي عايزه طبعا جرأة، يعني لانها كمان يعني هو في شكل يعني الغير التقليدي ان هي غير قانونيه. غير قانوني طبعا. لكن هو هنا احنا في حاله حرب، وفي جندي بيهرب علشان امه ومراته وبيحاول يعني يعيشهم. فشيء يعني المفروض الدوله هي اللي تتبناهم في غياب الجندي او في اثناء الجندي ما بيأدي دوره يعني على المواجهه، لان الجندي ده ممكن يستشهد في اي لحظه. الدول يعني الحاله الراهنه بتحتاجه على المدى الطويل مستمر هناك. كنا بننزل كل 45 يوم 24 ساعه ولا 72 ساعه. يعني انا ساعات كنت اطلع القطر الحربي يطلبوني تاني، يعني يبعتوا لي يقولوا انت مطلوب الشرطه العسكريه ترجعني تاني، عايزين محتاجينك. فطبعا يعني المفروض في رعايه في الجبهه الداخليه فيما يتعلق ببعض الاهالي اللي هي محتاجه. بس يعني الرعايه هل توصل لمساله انك تحطم؟ ما حطمتش. لا مش قصدي تحطيم يعني. مش تحطيم. لا حضرتك ده انت بتشيل جسر. لا مش قصدي على القوانين. لا تحطم جسور. هقول لحضرتك حاجه. انت يا فندم بتثبت معنويات صعبه قوي 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 انه حد يدرسها. هقول لحضرتك حاجه. دي مش علم. هقول لحضرتك حاجه. جالي رئيس جمال عبد الناصر زارني في الجيش يوم 5 يونيو 70 مش 5 يونيو 67 5 يونيو 70. قلت له يا فندم انا تعبان. قال لي ازاي؟ قلت له عندي مشاكل، العساكر بتغيب وبتهرب وعندي مشاكل ماليه. قال لي انا هحل لك هذه المشاكل. الواحد لازم يكون صريح كقائد. لازم يبين كل حاجه للقائد الاعلى عشان يبقى في الصوره بالنسبه. قال لي هبعت لك وزراء من عندي يحلوا لك مشاكل الجيش كله. انا بقيت فرحان جدا. فوجئت يوم 28 سبتمبر سنه 70 ب 15 وزير جايين يزوروا الجبهه. والفريق فوزي كلمني قال لي لبسهم اوفرول، فطرهم اكل العساكر وغديهم اكل العساكر ويحلوا لك كل المشاكل. طبعا اطعم الفم يعني. ما قصدش يعني. هو ما كانش فيه برضه اكل يعني. ما كانش فيه اكل. ده حاجه مساء. فجولي الوزراء حقيقي، واليوم يعني الصبح فطرنا في الفرقه الثانيه كانت في منطقه الاسماعيليه، واتغدينا عند فؤاد عزيز في الانطره في الظهر، وعلى المغرب طلعنا بورسعيد. عشان فؤاد عزيز غالي كان قائد الانطره في الوقت ده. انا بتكلم ايام حرب الاستنزاف. تمام. يعني وفؤاد عزيز كان عندي في الجيش. حضرتك سبتمبر 1970. تمام. تمام. طلعنا على بورسعيد وفرحانين بقى، العساكر بقى فرحانه، اللي هياخد شقه واللي مش عارف ايه، والوزراء كل واحد لما ورق قد كده حطه في جيبه. رحنا يا بورسعيد لقينا القران بيقرا اتاب الرئيس جمال توفى. كان يوم 28 سبتمبر. كنت لسه اقول لحضرتك ده. نزلوا الوزراء جاري على مصر وما اتحلتش المشاكل لغايه النهارده. بس هو تفاهم ان حضرتك عندك مشاكل. صحيح. هو الفرق بين 5 يونيو 70 و27 سبتمبر 70 الفرق برضو كام شهر. بس هو يعني الموضوع لسه في دماغه. بس هقول لحضرتك حاجه. انا برضو يعني شاهد عيان في اللقاء الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه. يعني احنا استدعوا مجموعات من جميع المواقع على الجبهه، ما كناش عارفين ايه اللي هتقابلوا شخصيه كبيره، وخدونا بدري جدا يعني الفجر تقريبا، ورحنا خلف اظن معسكر الجلاء، مش فاكر بقى المنطقه يعني في الصحراء، وكان فيهم يعني هذا المكان معد للاستقبال لهذا الاستقبال، وكنا موجودين. وفوجئنا ان قالوا انتباه، وقفنا داخل مجموعه من الضباط الكبار، وبعدين محمد فوزي كان لازق وراه على طول جمال عبد الناصر، وكان يوم عيد. تمام. صباح يوم عيد، وجاي يقول لنا كل سنه وانتم طيبين، يعيد علينا ويشوف مشاكلنا ايه. وجماعنا معاهم بقى كان عندي دي يعني دي حاجه يعني مش سهله بالنسبه كمقاتل على الجبهه. يعني ما عندوش غير حاجه واحده، ان هو يقاتل في سبيل طرد هذا العدو من سيناء.
لازم، مفيش حاجه غير كده. وكلنا على فكره كنا كده، عشرات الالوف من الشباب كان همنا هذا هو، وبننتظر ساعه الصفر في اي لحظه من اللحظات ان احنا عايزين نعبر. يعني احنا اللي كنا بنبادر، واحنا اللي كنا بنسال، واحنا اللي نقول احنا تعبنا ويعني عايزين نعدي بقى، عايزين نعبر بقى، عايزين نقاطع، عايزين نموت، يعني واخد حضرتك في سبيل ان احنا نحرر سيناء. فدي يعني مشاعر ممتده رائعه جميله تبين معدن العسكري المصري. عشان حضرتك يعني كان عندي جنرال سوفيتي، هم بعد 67 جابوا لنا على مستوى كل وحده كتيبه لغايه قائد جيش مستشار عسكري. كان عندي مستشار جنرال كنت باخده يمر معايا اثناء حرب الاستنزاف، وكان الكلام ده في اخر سنه 70 اخر 70. كان بيمر معايا يقوم على المواقع الاماميه خالص، بنزل انا هو نتمشى نوصل للموقع، يطلع الجنود من الخنادق ويقولوا لي هنعبر امتى؟ مش هنعبر امتى؟ عايزين نعبر يا فندم. 70 ايوه، وهو عبر 73. ايوه، هنعبر امتى؟ انا يعني استغربت الراجل الروسي ده يقول لي ايه؟ يقول لي العسكري اكله وحش، معلش انا بصراحه اكله وحش، ونايم في خندق والحرب شغاله واستنزاف، ويطلع يقول لك هنعبر امتى؟ ده انا عندنا في روسيا الجندي لو اقول له كده يقول لي عايز نسوان وفودكا. انت جندكم من ذهب. الكلمه دي انا بعتز بيها. انا يعني تسمح لي في هذه القعده احيي كل جندي مصري حارب في حروب مصر كلها من 39 لغايه 73. بقول له انت من ذهب، انت حقيقي حقيقي. الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليك خير اجناد الارض. اسمح لي ابعت تحيه لكل جندي وظابط حتى اشترك معايا في الحرب. طب ناخد التحيه دي بقى حضرتك. يا ريت والله. الله. سيادة اللواء عبد المنعم كان ذو اخلاق حميده. انا يعني شغلي معاه علمني ازاي ابقى تقي في عملي، وابقى قلبي نقي زي ما قلبه نقي، واخلاص في منتهى الاخلاص في العمل. مخلص، يعني سيادة اللواء ده مخلص في عمله. وانا بقول، مش انا بقول، كل الناس، ولازم كل من خدم معاه وعرفوا ان هذا الرجل من اشرف الرجال. انا بقولها من اشرف الرجال. راجل فذ، راجل يعني بيحب العسكري، العسكري يقف يقول له تعالى انت اكلت، تعالى انت اكلت ايه النهارده؟ معاك فلوس. بس القائد بتاعي راجل فذ، يعني راجل يعني ما بيسيبناش، يعني في كل حته تلاقيه. يعني الراجل ربنا يديله العمر. كان سيادة اللواء بقى يعني مثلا يروح زياره لاي موقع تبع القياده بتاعته، فمثلا يجتمع بالصف الضباط والجنود ويشوف مشاكلهم. ومن ضمن كان واحده كده في صف ضابط راجل كبير كان عنده مشكله ومحجوز يعني تحت المحاكمه، منتظر محاكمه ايه بقى؟ يعني هو عمل حاجه وبعدين بيسالوا بقالك قد ايه؟ قال له بقالي شهر ونص منتظر المحاكمه، وانا عيالي ومخلف مش عارف 7 عيال وامهم وامي وكلهم، وانا مش عارف اعمل ايه. سعادتك والبركه في سيادتك وربنا بتاع. فسياده اللواء قال له بالك قد ايه ما نزلتش؟ قال له شهر ونص. قال له يا بتاع القائد الكتيبه، قال له بتاع مش عارف ايه بتاع. قال طب اعمل تصريح، اعمل تصريح باسمه ب3 ايام وهاتهولي انا امضيه. اسمع يا جوهري، اسمه جوهري، اسمع يا جوهري، انا هنزل لك 3 ايام اجازه.
لو عاوز بقى تحاكمني ما تجيش،